مساء الخير. اليوم بدي أعمل أساور الكعك الفلسطيني. المقادير هن كاستين طحين ونص كاسة سميد ناعم وربع كاسة حليب نيدو جاف وربع كاسة سكر بودرة ومعلقتين كبيرة حبة بركة ومعلقتين كبيرة سمسم وربع معلقة صغيرة محلب ناعم وربع معلقة صغيرة خميرة فورية ونص كاسة زيت عافية ونص كاسة سمنة. بخلطهم مع بعض، بعدين بجيب نص كاسة مي دافية عليهم معلقتين كبيرة يانسون بحطهم فوقهم وبدعكهم. بجيب العجوة بحط عليها معلقة قرفة ومعلقة هيل ومعلقة سمنة وبدعكهم مع بعض. بعدين بجيب العجينة بحط بقلب العجوة وبكورها وبحطها بقلب القالب مشان تعطيني هذا الشكل الحلو، وبصفها بقلب الصواني. وهلأ بدي ساوي الأساور. بفرد العجينة بالطول، بحط بكمان العجوة هيك بالطول، بحاول هيك ساوية مثل الإسوارة وبصفها بقلب الصواني وبحطهم بالفرن من فوق وتحت 5 دقايق على حرارة 170 وبيطلع لي هذا اللون الأشقر الحلو. وهي أحلى فنجان قهوة. ريحة القهوة بتغوي بالقلب، وريحة الأساور الكعك الفلسطينية كمان بتغوي بالقلب، وطيبة وغريبة، وإن شاء الله صحة وهنا وجربوها.